السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الياسرجي. أهلا ومرحبا بكم. معاكم النهاردة في جولة جديدة في مكان جديد في محافظة جديدة غير محافظة الشرقية، وهي محافظة الجيزة، الأهرامات. جولة النهاردة من الأهرامات وأثارنا الفرعونية التاريخية، حضارة 7000 سنة. الحضارة الفرعونية دي كده في البداية كده. طبعا الحصنة بقى والجمال وكده، الأجانب وكده، وطبعا المصريين بيركبوا برضه يعني. تلات أهرامات: خوفو وخفرع ومنقرع. سياحة ما شاء الله يعني. كنتش متوقع خالص في الوقت ده يبقى فيه سياح كده. تلات أهرامات زي ما انتوا شايفين اهمت. هجيبها لكم من كل الأماكن إن شاء الله. وده كده أبو الهول، زحمة شديدة جدا زي ما انتوا شايفين. انا طبعا بحاول ما اصورش الناس على قد ما اقدر يعني. آه، اجانب، الاجانب موجودين اكتر من المصريين. وطبعا في مصريين كتير يعني، بس يعني ايه، الاجانب ما شاء الله يعني. حابين المكان جدا يعني ومبسوطين منه جدا. هم يجوا يشوفوا مكان زي كده. حضارة 7000 سنة كده يعني، حاجات من 7000 سنة كده موجودة يعني. مصر دي حاجة عظيمة يا جماعة والله. بلد تاريخ فعلا. بلد، دولة عظيمة جدا. يعني الفراعنة دول يعني ما شاء الله يعني، حاجات كده من 7000 سنة ولسه موجودة لغاية دلوقتي يعني. ما فيش حضارة زي الحضارة الفرعونية أبدا. مصر دولة دي تاريخ. زي ما انتم شايفين الأجانب هم. دي الأهرامات اهي، بس من مكان تاني يعني، من زاوية تانية. ده ممشى كده وانت داخل يعني على هناك. انا طبعا مصور مقاطع كده وضاممها على بعض يعني، عشان بس ايه، يعني نشوفه من كل الزوايا. طبعا فريق اعداد بتاع القناة ما كانش معايا للأسف. أنا لما بيبقى معايا بيبقى الدنيا متنظمة شوية في التصوير وكده. دي الساحة دي كده زي ما انتوا شايفين. صور لكم المكان كله، المساحة كلها اهي. مصر دي يا جماعة يعني، لو بدك تتكلم على تاريخها، آه هتقعد تتكلم يعني 10 آلاف ساعة. مش قد ما الفيديو معمول 10 دقايق. لا يعني مش هتلاقي وقت تتكلم أصلا يعني. مصر مش محتاجة كلام الواحد يتكلم عليها يعني، لأن كله عارف ايه تاريخ مصر، وخاصة في عصر الفراعنة يعني. انا بجيب لكم الاهرامات كده من فوق كده، الزاوية اللي فوق دي، المثلث اللي فوق. شايفين يا جماعة الزحمة عاملة ازاي؟
استنوا معايا بس لاخر الفيديو عشان اجيب لكم الحاجات بقى اللي بتنباع بقى زي التماثيل والمثلثات اللي زي الاهرامات كده، واللي زي ابو الهول كل الحاجات الجميلة اللي الناس بتحب تروح عشان تشتريهم. انتظروني بس لاخر الفيديو عشان ايه هتظهر في اخر الفيديو ان شاء الله في الجزء الاخير منه. ما تستعجلوش يعني وتقفلوا الفيديو. طبعا الحصنة بقى والجمال والحاجات دي بتبقى ايه، بتبقى حاجة جديدة كده خاصة على الأجانب يعني. واحنا كمصريين برضو جديدة علينا يعني. وانا بقى زحمة عند بوابة الدخول كده. هدخل لكم برضو على دلوقتي على المعابد. آه، هندخل عليها دلوقتي. أنا دخلت لكم كده على المعابد اهيت والأماكن اللي فيها. أغلب اللي بيدخلوا عشان يتفرجوا على المعابد دي بتبقى لها تذكرة تانية. تذكرة الأهرامات 60 للكبير و50 للصغير. قصدي عذرا، قصدي 30 للصغير و50 للكبير. 60 للكبير، مش عارف متلخبط ليه كده النهارده تايه. 60 للكبير و30 للصغير للأطفال. آه، دي المعابد بقى كان أكيد بيتم التعبد فيها أو كده، العبادات فيها قبل طبعا إخناتون الإله الواحد، قبل ما يعبدوا الله يعني أيام سيدنا يوسف في عصر رمسيس الثاني تقريبا، أسرة 19. هنا بقى دخلت لكم كده على المكان بقى اللي بيتباع فيه بقى التماثيل زي ما قلت لكم في أول فيديو. منظرهم طبعا بكل أشكالهم حاجة جميلة جدا يعني. آه بكل الرسومات، بكل الحاجات اللي بنسمع عنها أو بنشوفها كآثار وكده. طبعا الآثار دي بنشوفها بس الآثار الحقيقية يعني، لكن التقليد ده هو موجود قدامك اهو. شايفين المثلثات بكل ألوانهم. البني بيبقى شكله جميل جدا، قريب جدا من الأهرامات الحقيقية. دي طبعا رسومات فرعونية برضو. سلاسل وحاجات برضو ميداليات ومش عارف ايه. رسومات برضو. ودي بقى حاجات اللي هي كان بيمسكها الملك، اللي هو يبقى ملك مصر مثلا حابب يمسكها في ايده، اللي هو زي المفتاح تقريبا او كده. ودي برضو تماثيل اهيت، مثلثات ما شاء الله يعني. لو وصلت لآخر الفيديو بقى ان شاء الله يكون عجبك. ما تنساش تدعمنا بلايك وتعليق برأيك. قول لنا الجولة عجبتك ولا لأ في تعليق. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يصله كل جديد وكل جولة إن شاء الله. جولاتنا إن شاء الله في كل محافظات مصر. احنا طبعا مركزين دايما على الشرقية أو كده، لأن هي مسقط رأسنا ومحل إقامتنا. لكن إن شاء الله بنحاول على قد ما نقدر نجيب لكم جولات في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.